özellikle süreci وزير الخارجية الأمريكي تيرلسون طالب بتخفيف الحصار على قطر، وأنا بدوري أطالب برفع هذا الحصار بشكل كامل. قال أردوغان إن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون العسكري مع قطر أبرمت قبل سنتين لا اليوم، متسائلا عن سبب انزعاج بعض الدول الخليجية من وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر وعدم انزعاجهم من القاعدة العسكرية الأمريكية في هذا البلد. إن الاتفاقية المتعلقة بالصناعات الدفاعية مع قطر لم تبرم اليوم فقط، بل هي نتاج لمسيرة دامت لمدة 2 أو 3 سنوات، والآن اضطررنا لتمريرها عبر برلماننا. والآن أوجه كلامي إلى أصدقائنا في منطقة الخليج: لماذا لستم منزعجين من القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر؟ وهناك قواعد لدول أخرى أيضا، لماذا لستم منزعجين منها؟ قال أردوغان إن أنقرة تعرف من كان سعيدا من دول الخليج عندما تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب عسكري، وأضاف أن هناك أطراف منزعجة من وقوف تركيا إلى جانب قطر، لكن تركيا ستستمر في تقديم جميع أنواع المساعدات إلى قطر. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman نحن نعلم جيدا من كان سعيدا من بين دول الخليج عندما كانت تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب عسكري، ونحن لدينا أيضا جهاز استخبارات كما لدى بعضهم، ونعلم جيدا كيف أمضى بعضهم تلك الليلة، وكانوا يتساءلون عن الوضع في تركيا، وهل نجح الانقلاب؟ هل سيرحل أردوغان؟ ونحن نعلم جيدا من كان يتعقب ذلك عن كثب، وكيف صرف الأموال على ذلك. والآن هناك أطراف منزعجة من وقوف تركيا إلى جانب المحتاجين أو إلى جانب أشقائنا في قطر وبتصدير المواد الغذائية والأدوية إليهم، وأقول لهم: اعذرونا، نحن سنستمر بتقديم جميع أنواع المساعدات إلى قطر. وقد دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى رفع الحصار الذي فرضته بعض دول على قطر، واعتبره أمرا مرفوضا. وقال زيغمار خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ألمانيا ترى في المنطقة كثيرا من الصراعات ويجب احتوائها، مؤكدا أن قطر شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب. من الزيت على النار، قطع العلاقات وضلق الأجواء وفرض الحصار، هذه أمور مرفوضة وغير مقبولة، وهذا الحصار يضر بألمانيا أيضا باعتبار الشركات العاملة هناك. يجب أن تبقى أبواب الدبلوماسية مفتوحة، الوقت وقت الدبلوماسية، ونحن نتواصل مع مختلف القوى الدولية والقوى في المنطقة من أجل رفع الحصار. يجب أن نحافظ على تماسك جبهة محاربة الإرهاب، وقطر شريك استراتيجي في هذا السياق. كما ثمن وزير الخارجية الألماني جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية، وقال إن الأزمة يجب أن تحل دبلوماسيا وأن بلاده تعمل على هذا الأساس. قناعتنا الراسخة أن الوقت الآن هو وقت الدبلوماسية والحوار، ونحن في ألمانيا نتواصل مع مختلف القوى الدولية والقوى في المنطقة من أجل إنهاء هذا الحصار. نشكر أيضا أمير دولة الكويت شكرا جزيلا على جهوده بهذا الخصوص. وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن القائمة الجديدة التي أصدرتها الدول التي تحاصر قطر هي جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجه لقطر ولا تستند إلى معايير أو قانون. وأضاف الوزير القطري أن القائمة تضم أسماء لا علاقة لأصحابها بقطر وجمعيات خيرية لها روابط بالمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. طلعنا مساء أمس على القائمة التي أصدروها في حق أشخاص ومنظمات يقال أنها مرتبطة بدولة قطر أو أنها في دولة قطر. للأسف هي جزء من سلسلة الاتهامات المرسلة التي لا تستند على شيء. أولا القائمة مذكور فيها أسماء كثير من الأشخاص ليس لهم علاقة بدولة قطر ولا يعيشون في دولة قطر وربما لم يمروا فيها في حياتهم. هناك أشخاص مدرجين في قوائم مجلس الأمن من دولة قطر، مدرجين في قوائم مجلس الأمن وعقوبات مطبقة عليهم. هناك من ضمن القوائم صحفيين لا علاقة لهم لا بتيارات ولا بأزمات ولا بخلافه ومدرجين في هذه القوائم.
قال الإعلامي القطري جابر الحرمي إن الثقة التي كان يتحدث بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل دليل على قوة الحق في القضية التي تواجهها قطر. وأكد أن الوزير القطري بدا ثابتا وواثقا مقارنة بنظيره السعودي عادل الجبير الذي بدت ثقته مفقودة خلال لقائه مع وزير الخارجية الألماني، كما بدا الارتباك واضحا عليه. رأينا وزير الخارجية القطري اليوم مع نظيره الألماني كيف كانت الثقة التي يتحدث بها، وكيف كانت أيضا حميمية اللقاء بينه وبين وزير الخارجية الألماني، على عكس على سبيل المثال عادل الجبير كيف رأيناه في مؤتمره الصحفي مع نظيره الألماني كيف تلعثم وتردد وارتبك كثيرا حقيقة في ذلك المؤتمر، بينما محمد بن عبد الرحمن رأيناه واثقا لأن لديه قضية عادلة يدافع عنها وليست قضية يعني باطلة أو أنه التجاوز على الآخرين. قطر تتحدث بلغة الثقة بالنفس لأنها ليست معتدية وليست أقدمت على أي خيانة لأي طرف، كانت تنطلق من مبادئها ومن سياساتها ومن قضايا أمتها، لذلك هي اليوم تتحدث بكل ثقة. هذا وقد استنكرت قطر حسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ما ورد في الإعلان الصادر عن السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في 8 يونيو، وتضمن قائمة وصفتها الدول الأربع بأنها أفراد وتنظيمات إرهابية وربطتهم بالدوحة. اعتبرت قطر الإعلان باطلا ودانت بأشد العبارات الافتراء عليها ومحاولة تشويه صورتها وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب، وحذرت من نتائج ذلك، وكأن الدول الأربع نصبت نفسها بديلا للشرعية الدولية وأقامت محكمة ميدانية لمحاكمة قطر. قال المصدر المسؤول في وزارة الخارجية أن القائمة تضمنت أسماء مؤسسات خيرية ذات سجل حافل بالعمل الإنساني، ومنها من تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة. واتهام جمعية قطر الخيرية بالإرهاب لا يسيء فقط إلى العمل الخيري الإنساني، وإنما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية. نقل المصدر المسؤول في وزارة الخارجية أن القائمة ضمت صحفيين، مما يوضح أن الهدف هو الترهيب وحظر حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية، كما وردت فيها أسماء أفراد وكيانات لا تربطها بدولة قطر أي علاقة. وأوضح المصدر أن قطر تؤكد تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأفراد القطريين المدرجين على قائمة مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، وستواصل سياسة ضبط النفس والمحافظة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول، وتعزيز العلاقات التاريخية مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي، والدفاع عن حقها في اتباع سياسة خارجية مستقلة فضلا عن دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم. وسرعان ما ردت الأمم المتحدة على البيان الرباعي لكل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة الذي صنف أفرادا وتنظيمات بالإرهابية وربطها بالدوحة. فقد اعتبرت الأمم المتحدة البيان بلا قيمة، وقالت إنها لا تعتمد إلا البيانات الصادرة عن مجلس الأمن، بل أكدت على أن منظمة مثل عيد الخيرية التي زج بها البيان الرباعي في شبهات الإرهاب لها علاقة قوية مع أجهزة الأمم المتحدة وتواصل العمل معها في أكثر من مكان في العالم. تصريحات وضعت في الواجهة حجما كبيرا من التناقضات بل والمفارقات التي حفلت بها هذه القائمة، وطرحت السؤال: أي منطق يقف وراء مثل هذا النوع من التحركات؟ أنا اسمي مكتوب؟ لا. طيب. العبارة الفكاهية الأشهر في كوميديا العرب اجتاحت واقع الكوميديا السوداء التي خرجت عليهم في لائحة الليل، لكن أداء الشاهد الذي لم يشاهد شيئا يظهر أخف ظلا وأفضل إخراجا مقابل حقيقة منكرة صار المرء فيها يمسي مواطنا صالحا ويصبح إرهابيا، أو يتحول فجأة من قامة سامقة تتلقى أرفع الجوائز من دول لا تلبث أن تنزل به
به جرم الإرهاب. فما الذي استجد على الشيخ التسعيني يوسف القرضاوي خلال شهور كان فيها ضيفا ينزل منزلة مفتي المملكة، وقبلها وعلى مدار السنين يستقبل من الملوك والأمراء؟ يرى محللون أن القائمة تفتقر لمهنية الأجهزة الأمنية، ويرجحون أن تكون من المنتجات المصرية التي تشبه صحافة التابلويد وتنسج القضايا بعيدا عن الواقع. فقد حمل البيان 59 اسما وجمعية قال إنهم إرهابيون تدعمهم قطر. وإن سأل سائل إرهابيون لماذا وما الدليل وقبله التعريف، فلن يسمع جوابه. والواضح أن اللائحة قسمت حصصا من خصوم سياسيين وفكريين للدول الأربعة، قطريون، صحفيون، وعاملون في الشأن العام، وحصة للبحرين، ثم حصة النظام المصري الذي تجلت لمساته في الشاب المعتقل عنده في مصر ويطلب تسلمه. وفي ليبيا الشيخان الصلابي والغرياني، صوتان صدحا عاليا ضد القذافي ومن بعده الجنرال حفتر، ومن الكويت حامد العلي وآخرون. لا تنتهي الفصول الساخرة، فإلى معتقلين وأموات يحضر الحمقاني مستشار الرئيس اليمني والزعيم في حزب الرشاد السلفي والرجل في جوار الرئيس في السعودية، فكيف لقطر أن تسلمه ولمن؟ أما الفصول الغائبة فهي ميليشيات إيران أو شبيحة الأسد أو الأسد نفسه أو الحشد الشعبي. وماذا عن الحوثي الذي يقاتل التحالف ويقصف السعودية؟ أين صالح مثلا ونجله المقيم في الإمارات؟ بل أين إيران التي اتهمت قطر بسببها؟ حلت محلهم جمعيات خيرية قطرية عالمية السمعة دست فيما يبدو لمحاولة نزع الوجه الإنساني عن قطر وتفريغها من ثقل حضورها الإغاثي المدني المتقدم عند العرب والمسلمين. ويرى مراقبون أن اللائحة التي أنكرتها الأمم المتحدة وتأتي وسط حملة على قطر اصطدمت بوعي خليجي واسع لم يجد في وجهه غير الإسكات القسري. فعقوبة من يتعاطف معها بتغريدة هي السجن حتى 15 عاما وغرامات بمئات آلاف الدراهم والريالات. إنه الخوف. تتهم قطر بالإرهاب والدفاع عنها إرهاب، وكل معارض إرهاب، وكل تغريدة ضد الأنظمة إرهاب. هذا شرق أوسط مزدحم بالإرهابيين ينتظرون قوائم جديدة كما وعد أصحاب اللائحة، أو ربما مسرحية جديدة.